ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. النهارده مع بعض هنعمل حاجه جميله جدا، حاجه قريبه من الموس شوكولاته وفي نفس الوقت قريبه من الجاتو، وكل الناس هتحبها لو جربتها بجد. قدميها لضيوفك بجد هتحبيها. حاجه كده في منتهى الجمال. بس لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو. اول حاجه بقى معانا النهارده الوصفه بتاعتنا. معايا 350 جرام من البسكوت الساده اللي هو ما فيهوش سكر. هنحطه في الكبه نطحنه بالشكل ده، نخليه ناعم كده بالشكل ده. معايا معلقتين من السكر البودره، لازم يكون منخول ناعم كده شويه. هنقلب السكر مع البسكوت كده كويس عشان يندمجوا كده مع بعضهم الاول. معايا 4 معالق من الكاكاو. الكاكاو يكون ساده مش محلى، ونقلبه كده بالشكل ده كويس لحد ما كل الوصفه بتاعتنا كده تندمج مع بعضها. هنفضل نقلب بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد الوصفه دي فظيعه، من غير فرن، من غير نار خالص، حاجه كده في منتهى الجمال وسريعه جدا. حطيت بقى ربع كوبايه من السمنه او من الزبده السايحه. هفضل اقلب بالشكل ده كده لحد السمنه ما تدوب كلها كده في بعضها مع البسكوت. بالشكل ده كده. لازم تكون مفرولة كده شوية، ما تبقاش ماسكة، عشان لو ماسكة يبقى انت تعرفي ان السمنة بتاعتك جت كتير ولازم انت تزودي بسكوت. بفضل اقلبه كده تقليب مستمر لحد ما يبقى معايا بالقوام ده. معايا كوباية الا ربع من اللبن. اي حاجة، مش لازم يكون دافي ومش لازم يكون ساقع، اي حاجة اللي موجودة عندك اعملي عادي. بحط شوية بشوية علشان ما يجيش كتير في البسكوت. شوية شوية وبقلب لحد ما يطلع القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. الوصفة دي ما بتاخدش معايا 10 دقايق، وحاجة جديدة وحاجة بجد طعمها، يعني انتوا لو جربتوها اول مرة عمركم ما هتسيبوها وهتفضلوا تجربوها على طول. نزلت باللبن الباقي وهقلب بقى بايديا كده. عايزة اوصل القوام ده لحد ما العجينة تتشكل معايا بالشكل ده كده. نشكلها زي ما احنا عايزين، اي شكل انت تحبوه. بعد كده بقى انا بجيب ورق زبدة او ورق ابيض، اي حاجة، اي ورق عندك يصلح للاكل يعني وكده. بلف اللفة دي، بمسك على العجينة نفسها، بحاول الفها جامد بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بفضل الف جامد كده بالشكل ده، وبلفها من ناحيتين وبقفلها خالص كويس كده بحيث ان ما يدخلهاش هوا. بعد بقى ما لفيتها بالشكل ده بدأ احطها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين، وبعد كده بعد ما تطلع من التلاجة بقطعها. كان عندي شوكولاتة انا مسيحاها. انتي ممكن تقدميها من غير شوكولاتة، بس الاحسن يعني انها تبقى بشوكولاتة وكده، بتدي شكل احلى وبتدي طعم احلى كمان. انا بقى هنا عملت شوكولاتة، سيحتها على بخار مية، وحطيت عليها شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة، وحبيت احط عليها برينجلز كده، حاجة يعني تدي شكل ليها. انت ممكن تحط اي حاجة، ممكن مكسرات، ممكن بشر شوكولاتة، اي حاجة تحبيها. بس بجد يا جماعة انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي بجد، هتعتمدوها وهتحبوها بجد. حاجة يعني في منتهى الجمال كده، ووصفة بسيطة وما بتاخدش وقت خالص، يعني حاجة في منتهى الجمال وكفاية بس طعمها، وحاجة بجد تحفة. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو.
اتمنى يكون عجبكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتشيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم علشان هتشوفوا حاجة بجد مختلفة.